لا شو بتعاطوا ما بتعاط، بس هي هون بالسجن إلها معاملة خاصة، يعني إلها حمامة. بس أنت كيف عم بتقولي ليالي رفيقتك ومثل أختك وساوت فيكي هيك؟ أخ يا سميرة، ليالي كانت صدمة عمري بتصدقي؟ مو لأنها أخذت جوزي وتجوزته، لا، لأنها خانت العشرة وخانت الخبز والملح اللي بيناتنا. هلأ نحن كلياتنا بنعرف إنها مصلحجية وبتفضل مصلحتها على كل شيء، بس مو لدرجة إنه تأذينا. بالأخير اكتشفت إنه عند المصالح ما في شيء اسمه رفيقتي مثل أختي. إلا عندك، أنت بتروحي بتساعدي الكل وبتعطي الكل وما حدا بيقدم لك شيء. لك يعني أنا ما عم بفهم هالمخ اللي عندك كيف تتعاملي فيه. لك يا حبيبتي، أنت ما جربتي كل اللي حواليكي بلحظة بيخونوكي وبيطعنوكي وما عاد بيوقفوا معك؟ هيك ربيت وهيك رح ضلني أحب الكل وأقدم للكل شو ما صار. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه سعادتي الحقيقية إني أشوف كل اللي حوالي مبسوطين، وسعادتي الأكبر إني أكون أنا سبب بسعادتهم. صدقيني هذا مو حكي، هيك أنا بحب شوف كل اللي حوالي مرتاحين ومبسوطين وما بدي منهم شيء. إيه بس ما يغدروا فيكي ويشرحوكي. يمكن معك حق، هي شغلة بتزعل وبتحرق القلب، بس بالأخير مو مهم، لأنه ما في شيء بضيع عند الله. شو بس هنهاء زعلانة؟ أول مرة بشوفها هيك، في شيء؟ الله يعينها، قصتها قصة. خير؟ شبه؟ يا ستي هي تجوزت جوازة لا أهلها كانوا رضياني ولا أهله، وجوزها طلع طرطور، ما بيحل ولا بيربط، ماشي ورا أمه وحرمها من أولادها. أخ يا قلبي عليها، حقوم شوفه. شو بس هالنقطي؟ ما تعودت شوفك هيك زعلانة وعم تبكي ومبوزمة. تعودت شوفك عم تضحكي وعم تلعي ولسانك ما بيفوت لحلقك مثل الجدبة. شو بنا؟ شو بنا؟ أنا يا ست عبير ماني أنا اللي بتشوفوني هاي ما أنا سناء. أنا عم يحترق قلبي، أنا مذبوحة، في حدا عم يخنقني. يا قلبي عليكي، يمكن أنا بستاهل. رحت تركت أهلي اللي ربوني وتجوزت واحد ما زلمة، ابن أمه طرطور، ما له كلمة ولا له مبدأ. ما قدر يحميني. بس أنا أولادي ما لهم ذنب. يا الله أنا أولادي ما لهم ذنب. ست عبير أنا أولادي ما لهم ذنب. أولادي ما لهم ذنب ست عبير. إن شاء الله اهدي يا روحي، اهدي يا عمري، أنا معك ما تخافي. اسمعي اهدي وروقي. مشكلتك مع إنها بتغور، بس وحياتك صغيرة أنا رح أساعدك. أنا رح أجيب لك حقك منهم ثالث ومثلث، وبتقولي عبير قالت. عن جد ست عبير. لك ايه عن جد، وحياتك عن جد. انت بس اعطيني شوية وقت وشوفي. إيه شكرا حبيبتي، شكرا حبيبتي، حبيبتي. بس اتفقنا تضحكي. بدك تضحكي؟ يلا اضحكي. دخيلها الوش انا. وين سنوعة الحلوة وينها؟ هي سنوتي، هي تقبرني ما احلى الضحكة انا. دخيله انا. لك معاش اللي بدك تحكي، معاش. دخلك؟ مين هالمرة القاعدة لحالها هونيك؟ هيك صار لي فترة منتبهة عليها، مدري كيف تحسيها. هي أم سلطان، بس اوعك تقربي عليها. لا ليش بقى؟ بتعاط؟ لك لا شو بتعاط وما بتعاط، بس هي هون بالسجن إلها معاملة خاصة، يعني إلها حمامها الخاص، أخذة غرفة لحالها، وشوفت عينك لا حدا بيقرب عليها ولا هي بتقرب على حدا. ليش بقى دخلك؟ يعني هلا هي باينة انها وازنة، بس مين وراها؟ من ناحية الوزانة وزنة كتير، أما مين وراها هي وبس. وعلى ما سمعت
لأنه بيقولوا عنها إنه كانت سيدة أعمال كبيرة كتير، وحطوها براسهم بعد رجال الأعمال كبار كتير كمان بالبلد. حتى ورطوها هالورطة وكتبوا عنها بالجرايد، مو بس ورطوها وفضحوها كمان. بس باين لهلا لعلاقاتها ومعارفها معه. حبيبتي علاقاتها ومعارفها بأموالها، إيه مع أموال ما بتاكل النيران، شي هون شي برا. ايه بس يعني كيف عرفتي؟ كيف تأكدتي؟ يعني مين خبرك هذا الشيء؟ أم آدم هي اللي حكت لي، وحتى ورجتني الجريدة بهداك الوقت. دخلك؟ شو بتعرفي عنها كمان؟ احكي لي. هلا أنا بتذكر بهديك الأيام ما حكت لي كثير أم آدم عنها، بس أنا اللي مدام عبير تفضلي معي، النقيبة مع أذنك. شرفي بعد إذنك.